ايه رأيك في الموقف اللي لسه حاصل ده؟ لو مش عايزه يحصل معاك تابعني خلال الحلقة دي. هعلمك ازاي تحافظ على موبايلك من السرقة او من الضياع، وان شاء الله مفيش حاجة وحشة تحصل. انا ابو ادم ودي قناة ابو ادم تكنولوجي. خطوة كتير من الناس ممكن تتجاهلها او تفكرها خطوة بسيطة، ان انت تحط صورة ليك على شاشة القفل بتاعة الموبايل. لنفترض ان الحد اللي لقى موبايلك حد عنده ضمير، طبيعي ان بعد ما هيشوف صورتك على الموبايل ممكن يفتح جروب من جروبات الفيسبوك، من الجروبات اللي هي فيها مساعدات للناس، الناس فيها بتساعد بعض. ويا جماعة أنا لقيت الموبايل ده، هيفتح الجروبات اللي فيها موبايلات بتنزل تتباع وتتشرى. أنا لقيت يا جماعة الموبايل ده ودي صورة صاحبه. 70 80% في حد هيشوف صورة البوست وهيعرف صورتك من الموبايل وهيتواصل معاك قريبك. المهم في حد هيشوف ده او انت نفسك هتشوف البوست. في برضه موبايلات اندرويد زي سامسونج او كتير من الموبايلات بتدعم دلوقتي في السوفت وير ان انت تحط رساله تحت كده على الموبايل. الرسالة دي ممكن يكون فيها رقم تليفون حد عندك في البيت، طبعا ما تحطش رقم تليفونك انت اللي موجود في التليفون يعني. تحط رقم تليفون حد عندك في البيت او حد تعرفه. على الاغلب الشخص ان شاء الله اللي هيلاقي يعني الموبايل يكون حد كويس وعنده ضمير، هيتصل على الرقم ده او هيتواصل على العنوان اللي تحت، فموبايلك يرجع لك على خير. فحط صورتك على شاشة قفل الموبايل. الحاجة اللي بعد كده وغلطة كتير من الناس بتقع فيها، كتير من الناس حرفيا بيقعوا في الغلطة دي، ان هما بيقفلوا الداتا واللوكيشن على طول. الخانتين دول عندهم مقفولين. طب ليه؟ خصوصا وانت بره سيب الداتا واللوكيشن مفتوحين. نفترض ان موبايلك لا قدر الله ضاع، ايه الحاجه او ايه وسيله الاتصال بالموبايل بتاعك غير الداتا المفتوحه واللوكيشن المفتوح؟ هتعرف مكانه ازاي؟ انت حرفيا كده عامل الموبايل بلوك عن العالم الخارجي. لا، افتح الداتا واللوكيشن وما تقلقش على البطاريه وما تقلقش على الباقه. حاجة تانية لازم تبقى عاملها ومهمة جدا، ودي للناس اللي ممكن تتسرق، انك تقفل الكنترول سنتر. يعني انت دلوقتي موبايلك مقفول تمام، تسحب البطارية سنتر. ولنفترض انت الشخص اللي سرقه عايز يقفل الداتا بقى ويقفل اللوكيشن ويقفل الحاجات دي، ويعمل التليفون وهو طيران. فلما يجي يقفل الحاجات دي هيظهر له الباسورد اللي انت حاطه على التليفون اللي لازم يدخله. فاقفل الكنترول سنتر كده بتأمن نفسك اكتر بكتير. خطوة كمان لازم تعملها ومهمة جدا 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 أول ما تشتري موبايل، هي إنك تفعل خدمة العثور على الهاتف أو الفايند ماي. موجودة في موبايلات زي الآيفون، خدمة تلقائية بتتفعل. عندك الخدمة اللي موجودة على أندرويد بتنزلها من جوجل بلاي، اسمه مركز العثور تمام، أو فايند ماي ديفايس أيا كان المسمى بتاعه على موبايلك. ده بتسجل عليه الجوجل أكاونت بتاعك. بالتالي البرنامج بيفضل قارئ اللوكيشن اللي موجود فيه الموبايل، واي جهاز تاني عندك ان كان بقى ساعه سمارت او تابلت او كده عليها نفس الجوجل اكاونت، بيبقى كله متسجل في مكان واحد. طيب لنفترض ان لا قدر الله موبايلك ضاع او اتسرق، هتجيب موبايل بتاع حد تعرفه. ركز قوي في الحته دي. هتفتح نفس البرنامج الموجود على الاندرويد اللي هو ايه، مركز العثور او الفايند ماي. هتعمل تسجيل دخول قضيف، هتدخل الجوجل اكونت بتاعك، هتلاقي جهازك في المكان المعين اللي هو موجود فيه بقى. تمام، طبعا لازم تكون فاتح اللوكيشن وفاتح الداتا، ده اللي احنا ذكرناه من شويه. نفترض انك مش فاتح اللوكيشن والداتا، مش هتلاقي موبايلك موجود على الفايند ماي. خطأ كتير من الناس بتقع فيه خصوصا اهالينا والناس الكبار في السن، ان هو بيحط باسورد سهل قوي على الموبايل. يعني انت حاطط كلمة سر، خليها صعبة، ما تحطش من 1 ل5، ما تحطش 2 4 6، ما تحطش 4 اصفار. الحاجات دي كلها يعني سهل جدا ان اي حد يتوقعها. اي حد يمسك الموبايل هيحاول يكتب الحاجات دي اول حاجة. فحط بصمة على الموبايل، حط الفيس اي دي بتاعك، حط رقم صعب ان حد يحاول يتخيله. ودي خطوة برضه قوية تخليك تحمي موبايلك اكتر بكتير. خطوة مهمة جدا لازم تبقى عاملها برضه، انك تعمل نسخ احتياطي للداتا بتاعتك. اعمل باك اب دايما للداتا بتاعتك، انك تقدر لا قدر الله لو الحاجة اللي عندك دي ضاعت خلاص مفيش امل في العثور عليها، ما تبقاش كمان الداتا بتاعتك ضاعت. يعني صورك، شغلك، بي دي افاتك، حاجاتك. طب ليه؟ لا، اعمل باك اب، يعني الموضوع سهل. في عندك اكتر من حاجه. عندك الدرايف بتاع جوجل، او ممكن ترفع على الاي كلاود، او ممكن تعمل برضو ايه خطوه بسيطه خالص، انك تجيب هارد زي ده هارد بسيط يعني. تحط عليه الداتا بتاعتك المهمه، عشان لو لا قدر الله حصل حاجه ما تبقاش كل حاجه راحت.
طيب هنفترض إن ما حدث قد حدث وموبايلك لا قدر الله ضاع أو اتسرق، أول حاجة هتعملها إيه؟ أول حاجة تعملها فورًا إنك تقفل الخط بتاعك، تتصل على خدمة العملا وتوقف الخط، ليه؟ أكونتاتك، الحسابات بتاعتك، الحسابات البنكية، كل ده مرتبط طبعًا بالخط عندك، فلو لا قدر الله اللي سرقه محترف شوية صدقني هيزعلك جامد، فاقفل الخط بتاعك فورًا، دي أول حاجة تعملها. الحاجة التانية تتوجه لأقرب نقطة شرطة وتعمل بلاغ باللي حصل وتاخد علبة الموبايل معاك، وضروري، ضروري، ضروري يكون معاك علبة الموبايل، دي لوحدها هاعمل لها حلقة كاملة باتكلم عن موضوع علبة الموبايل، والناس اللي بتشتري موبايلات من غير العلبة وحقها بيضيع. بُص، هو اللي أنا اتكلمت فيه ده حاجة بسيطة يقدر أي حد يعملها، بس للأسف في ناس قليلين جدًا هي اللي بتكون حذرة في الحاجات اللي زي دي، فأنا أتمنى إنك تكون منهم وتكون حذر على حاجتك، لإن يعني الفلوس ما بتجيش بالساهل والحاجة بتكون عزيزة عليك وبيكون عليها شغلك وعليها حياتك كلها، فليه؟ يعني اعمل حسابك دايمًا للحظات حرجة زي ديّة وكون يعني حريص على حاجتك. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل كل اللي عليك زي ما بيقولوا يعني، وتابعني أنا أبو آدم ودي قناة أبو آدم تك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.